1921 محمد مرتضى فندي كان قاعد مع اصحابه على القهوه ولابسين الطرابيش والبدل الكلاسيك، وقال لك انا عايز اعمل اول نادي مصري في اسماعيليه، لان كل النوادي في اسماعيليه كانت تبع هيئات حكوميه، يا اما تبع الانجليز يا اما تبع فرنساويين. فاسماعيليه في التوقيت ده كان فيها لعيبه كتير وكره القدم انتشرت، وبالفعل الراجل خد الفكره وتعب فيها وراح خلص الاوراق ولم اللعيبه وسموا النادي نادي النهضه. فضل النادي ده مشارك في البطولات اللي هي المحليه، يعني زي دوري بيلعب في القناه، ما بيلعبش في الدوري الممتاز لحد سنه 1924. الراجل ده برضه ما سكتش ولم تبرعات من الاهالي لحد ما خدوا ارض جديده وبنوا الاستاد، والاستاد اتكلف وقتها 6435 جنيه من 1967. الاسماعيلي خد الدوري وراح خد بطوله افريقيا. نادي الاسماعيلي يا جماعه تاريخ كبير قوي، نادي وطني